السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي خديجة السيد. عاملين ايه؟ وحشتوني. المدارس على الابواب واحنا كأمهات بنزهق كل يوم من حيرة هناكل ايه او هنحط ايه في اللانش بوكس. فجيت لكم النهاردة بطريقة الناجتس بصدر فرخة واحد بس. هنعمل كمية محترمة جدا وحاجة كده فاخر من الاخر. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا بتقول ايه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مين يصدق ان دي معمولة في البيت؟ حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجة عندي هنا صدر فرخة وزنه تقريبا 500 جرام، نص كيلو. هبتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة علشان نفرمه في الكبة. لازم نفرمه ناعم جدا في الكبة. الناجتس والستريبس والبرجر والحاجات دي اولادنا بيحبوها قوي، فاحنا لازم نوفرها بايدينا في البيت. نعملها ضامنين نظافة الفراخ، ضامنين ان هي مذبوحة كويس، ما فيهاش اي كتل دم. آه، يعني حاجة كده معمولة في البيت نضيفة. احنا نبقى بنأكلها لولادنا عارفين هي معمولة ازاي، ايه المكونات اللي داخلة فيها. حتى الزيت برضو ما في مش داخل فيها اي انواع زيت ضارة. آه، يعني الحاجات دي سهلة قوي يا جماعة، سهلة قوي. يا ريت ان احنا نعملها ونحطها لاولادنا في البيت. انا النهاردة بالوصفة دي هعمل معاكم كمية حلوة جدا من الناجتس بصدر فرخة واحد بس. هنعمل مع بعض كمية حلوة قوي. هوريكم ازاي ان احنا نقليه وهنسويه، وكمان هنفرز جزء منها في الفريزر. تابعوا معايا لاخر الفيديو علشان تستفادوا بكل المعلومات اللي فيه. انا كده قطعت الصدر كله ولازم نفرمه كويس جدا. على مفرومه عندي هنا رغيفين من العيش الفينو، احط عليهم شوية من المية السخنة وهسيبهم كده يشربوا المية. العيش دوت انا قشرت بس الطبقة الخارجية بتاعته علشان ما يغمقليش شكل الناجتس من جوه، ويطلع لونه فاتح وحلو كده زي ما هنشوف مع بعض في اخر الفيديو. كده خلاص. سبته حوالي كده 3 دقايق وصفيته. صفيته كويس كده، حطيته في المصفى ينزل كل المية اللي فيه. وكمان هنا كنت ضربت الفراخ اهو اتفرم كويس جدا جدا ناعم، ما فيهوش اي تكتلات. حطيت عليه العيش اللي انا صفيته، وكمان هحط ديت كده معلقة من الفيجيتار. هنحط معلقتين من الفيجيتار. عندك فيجيتار سايب حطي معلقتين، عندك اكياس حطي كيس واحد بس. وعندي معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة كبيرة من البصل البودرة. وكمان هنحط معلقة صغيرة من الملح. ونراعي جدا نراعي جدا الفيجيتار بتاعنا، لو هو متبل كويس والملح فيه كويس هنقلل كمية الملح. لو هو دلع هنحط معلقة صغيرة من الملح، هيبقى كده الطعم معانا مظبوط. انا كده عجنت كويس وخلطت المكونات ببعضها كويس وحطيتهم في التلاجة كده على ما احضر الكفر اللي انا هحط فيه الفراخ. عندي هنا نص كوباية من الدقيق، عليها ربع كوباية من النشا، عليها معلقة كبيرة من الفيجيتار. وهحاول بقى ان انا اخفها بالمية، هنزل بالمية تدريجي لحد ما اوصل لقوام يشبه لقوام الكيك بالشكل ده. هدوب كل الدقيق كده في المية. انا عايزة قوام ولا تقيل ولا خفيف، يشبه قوام الكيك بالظبط. وهنزل كمان ببيضاية وهنقلب بقى كده كويس اهو. كده القوام بتاعي مظبوط. وكمان عندي الكريسبي ده يا جماعة بيتباع عند اي عطار هنلاقيه، وسعره مش غالي خالص. وكده كانت الفراخ قعدت في التلاجة حوالي 10 دقايق ربع ساعة
مش مشكلة خالص يعني، حطيها في التلاجة وقت ما تيجي تشتغلي فيها هنشتغل عادي. بس 10 دقايق كفاية يعني. وبعد كده بمسك قطعة كده صغيرة، عملتها كورة، وبحاول ان انا اعملها في ايدي كده واشكلها شكل المتعارف عليه بتاع الناجتس اهو. طبعا الاولاد بيحبوا الشكل ده جدا، فاحنا لازم نعمل لهم الاشكال اللي احنا بنشتريها من بره واللي هم بيحبوها، علشان يبقوا فرحانين ومبسوطين وهم بياكلوا كده الوصفة، ومش هيصدقوا ابدا ان هي معمولة في البيت. حقيقي حقيقي نفس الطعم اللي احنا بنشتريه بالظبط. جربي وتعالي كده، هستنى ان انتي تقولي لي رأيك. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الزرار الاحمر اللي تحت الشاشة، وكمان تفعلي الجرس علشان يوصلك اي وصفة هنزلها. انا بحط زي اديكوا شفتوا معايا ان انا شكلت القطعة من الفراخ في ايدي على شكل الناجتس، وحطيتها في العجينة السايلة ديت، وبعد كده شلتها وحطيتها على البقسماط او الكريسبي. وببتدي ان انا اجيب البقسماط واحط عليها، اشيل البقسماط من حواليها واحط عليها، وبعد كده هعرف ان انا امسكها واضغط عليها كده بسيط علشان البقسماط يثبت عليها. وبعد كده هحطها في طبق جانبي جنبي على ما اخلص الكمية كلها. اهو هعمل معاكم كمان واحدة شكلتها حطيتها في العجينة السايلة، هرفعها بالشوكة، واهم حاجة نصفيها كويس من زوايد العجينة اللي هتبقى فيها، وبجيب الكريسبي من حواليها واحط عليها. تمام اهو. هبدأ بقى ان انا وانا ماسكاها كده يعني بعد ما اغلفها كويس بالكريسبي، هعرف ان انا امسكها في ايدي وابتدي ان انا اشكلها واضغط عليها بسيط واظبط الشكل بتاعها اهو. شايفين اهو نفس الشكل بالظبط. ايه رأيكم؟ وهحط بقى كده في طبق جانبي لحد ما اخلص الكمية كلها. كده انا خلصت الكمية كلها، صدر فرخة واحد بس طلع معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي اهو، وده كمان الطبق ده وده. ايه رأيكم؟ بجد وحجمها حلو قوي، هي مش صغيرة، هي حجمها كويس جدا قد اللي احنا بنشتريه بالظبط، وكمية حلوة قوي يعني ان احنا نحطها في الفريزر ونسحب منها قطعتين كل يوم للاولاد او حاجة في الساندوتشات. هنا بقى احنا وصلنا المرحلة بتاعة القلي. عندي هنا زيت سخن، هو سخن بس مش بيغلي تمام، وهنزل فيه بالقطع بتاعة الفراخ بتاعتي الناجتس، وهسيبها ان هي تتحمر. هتاخد حوالي 3 دقايق على كل جنب، او لحد ما تاخد لون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه، وكده هتبقى خلاص استوت اهو. شايفين؟ وصفة يا جماعة بجد جربوها هتعجبكم قوي يعني. انا بجد يعني مستنية رأيكم لما تجربوها تحت في الكومنتات. متأكدة ان هي هتعجبكم وتتفوق على الجاهزة كمان. يعني كفاية بس ان احنا عاملينها في البيت بكل نظافة. كده خلاص الناجتس بتاعي استوى. المصفى الصغنونة بتاعتنا، وهنشيل كل الفتافيت اللي في الزيت دي علشان ما تتحرقش. لو اتحرقت مننا واحنا لسه بنحمر هتحرقهولنا وهتخلي الشكل مش حلو، كمان الريحة هتطلع مش كويسة. انما ننضف الزيت كده اول باول، هتلاقوا اول حباية هتطلع زي اخر حباية بالظبط. ودي كده دولت كده اللي انا حمرتهم، ودول انا هفرزهم. طبعا علشان نفرز هندخل الطبق زي ما هو في الفريزر يتلج، وبعد كده هنحطه في طبق فويل، او هنحطه في التلاجة في اكياس ونسحب منه عادي، مش هيلزق في بعض. ايه رأيكم؟ مش قادرة اقول لكم بقى كان مقرمش وحلو ازاي، طعمه يجنن. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا حطيلي لايك، حطيلي لايك عشان تشجعيني، و قولولي في الكومنتات حابين اشارك معاكم وصفات ايه الفترة الجاية.
بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.